مساء الخير. اهلا بيكم. منورينا في بيت المشورة. آه، جميل ان احنا يبقى معانا اشخاص بتحضر لاول مرة. بنرحب بكل الناس اللي معانا واللي لسه هيدخلوا. عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، والبيوت اللي بتجهز والاسر اللي بتستعد بقى لها وقت طويل لهذا الحدث الجلل. أنا مدركة حجم الاستعدادات وحجم المسؤولية والمجهود وحاجات كتيرة قوي احنا ممكن نكون بنحسها في داخلة المدرسة. وده السبب اللي خلانا في بيت المشورة نهتم النهاردة إن إحنا نتكلم عن قلق الانفصال عند الأطفال في بداية السنة الدراسية، لأن ده موضوع مهم جدا لكل الأهالي اللي عندهم أطفال. آه، قد تكون بتعاني من قلق الانفصال، فنحتاج نعرف ايه هو قلق الانفصال. حتى لو أطفالنا ما عندهمش المشكلة دي أو مش بيعانوا منها، بيبقى جميل إن احنا نبقى عارفين ده. حتى لو أو أصحاب أولادنا عندهم مشكلات، أو أهالينا أو أصحابنا أو إخواتنا بيعانوا من نفس المشكلة، أو سمعنا إن عندهم نفس المشكلة، نقدر نبقى عندنا من المعلومات والأفكار اللي نقدر نفيدهم بيها، ونبقى فاهمين إيه اللي بيحصل ده بالظبط وليه بيحصل، ونقدر نطمنهم وإزاي ناخد بإيديهم في الوقت الحرج ده. أنا هشير معاكم برزنتيشن بيشرح الموضوع، ونتكلم فيه مع بعضينا النهاردة. قلق الانفصال وبداية المدرسة أو بداية الدراسة. إحنا بنحتاج نعرف أكتر عن قلق الانفصال، أو نقدر نكون فهم عن قلق الانفصال. إيه هو قلق الانفصال ده بالظبط؟ و... وليه مهم إن إحنا كمكان متخصص نحب إن إحنا نتكلم عنه للناس. وبعد ما نخلص احنا كمان هنحط المحاضرة دي على القناة بتاعت بيت المشورة بتاعت اليوتيوب، علشان لو حبيتوا تشيروها أو توصلوها لآخرين يحتاجوا إن هم يسمعوا عنها. قلق الانفصال هو بيبان لما بنلاقي الطفل آه، بيبقى متردد وقلقان وهو بعيد عن مامته. بيبقى صعب عليه يتحرك بعيد عن مامته أو باباه أو الشخص اللي مرتبط بيه، وبيبقى عنده علامات من التوتر والانزعاج وهو بيسيب ماما، أو بإنه بيفكر في الانفصال أو التحرك بعيد عنها بأي شكل. اللي هو بالبلدي كده الطفل اللي بيبقى ماسك في ماما طول الوقت، وبيبقى مش عايزها تغيب عن عينه. والقلق ده هو عاطفة مش أكتر من كده، وفيها نوع من المخاوف إن الطفل بيبقى خايف لألا يفقد الشخص المهم المحبوب جدا في حياته. وده بيختلف الدرجة بتاعته في الشدة من شخص لآخر ومن طفل لآخر. فهم مش كل الأطفال بيبقى عندهم الخوف ده أو القلق ده، لكن في بعض الأطفال الحساسين بيبقى عندهم هذا النوع من القلق، وبيحتاج معاملة خاصة علشان نقدر نعدي بيهم المرحلة دي بمشاكل أقل. وعلشان ده تجنبا لأنه ممكن لا قدر الله يعمل مشاكل على المدى البعيد، زي ما هنعرف كمان شوية. القلق ده هو قلق وخوف ان هم يبقوا لوحدهم، وغالبا بيزيد في اوقات وبيقل في اوقات تانية. هم بيبقوا متعلقين بماما او ببابا او حد من اخواتهم بدرجة كبيرة، تعلق شديد سواء في البيت او في مكان تاني، وبيبقى مش قادرين يتحركوا بحرية زي باقي الاطفال. خلينا نعرف يا ترى ايه الاسباب المحتمله للقصه دي. لما الاطفال بتتعرض لتغيير في الروتين اللي اتعودوا عليه. فالطفل اللي بيبقى نازل لمدرسه جديد
بيبقى خارج لمجتمع جديد هو مش متعود عليه وما عندوش تصور عن ايه اللي ممكن يكون بيحصل، وبيبقى خايف انه يتنقل في بيئة مختلفة، فابتدي يظهر قلق الانفصال في المرحلة دي بشكل واضح. ممكن يكون نتيجة تجارب حصلت قبل كده، يعني الأهالي اللي مرات بيبقوا عايزين يخرجوا وابنهم شبطان فيهم، فبيضطروا يتسرقوا من وراه، او يخلوه يتلهي في اي لعبة ويجروا علشان ما يبقاش بيمسك فيهم وبيعيطوا، لانه بيبقى مرات كتير صعب على قلب الام انها تشوف ابنها بيعيط وماسك فيها، فبتبقى عايزة تهرب منه، او لا في لظروف ما اضطرت انها تغيب عنه. فده ممكن يكون احد الاسباب اللي خلت الطفل ده قلقان. مرات الأطفال اللي لسه بتبقى ثقتها بنفسها ما كملتش للآخر، يعني النوم بتاعهم بيبقى متقطع أو مش منتظم. كل دي أسباب ممكن تكون بتؤدي بشكل أو بآخر لقلق الانفصال عند الأطفال. طيب إيه اللي بيحصل؟ الأعراض اللي ممكن يكون بيعاني منها الأطفال اللي بتعاني، هما بيبكوا بشدة عند المغادرة، سواء لو الأم هي اللي اتغدرت أو هو الطفل إن هو يبقى عايز يتحرك، وعادة هو مش بيتحرك، الأم هي اللي بتبقى عايزة تتحرك وهو اللي بيبقى ماسك فيها مش عايز يسيبها. وبعدين التكرار ده بشكل يومي أثناء الذهاب للمدرسة بيعمل نوع من الصعوبة عند الطفل بالليل وهو نايم، من كتر ما هو عيط الصبح وتعرض لمحنة بالنسبة له مش سهلة، إنه ساب ماما أو ماما سابته. وممكن يحصل له نوع من الأحلام أو المخاوف أو الكوابيس اللي ممكن يشعر بيها بشكل متكرر. وفي كتير من الأطفال بتبقى مش عايزة تروح وبتعيط، رافضين يروحوا المدرسة. وفي بعض المرات بيبقى فيه أعراض جسدية آه، وقت المدرسة، زي الصداع وزي المعدة اللي بتوجع والغثيان، وفي بعض الأطفال بترجع، أو خصوصا لو هي بتشرب لبن الصبح، مشهور قوي القيء للبن الصبح قبل الذهاب للمدرسة. طيب خلينا نقول قبل ما نروح للجزئية دي، خلينا أقول لكم حاجة يا جماعة. في نوع من الترابط والربطة والتعلق بيحصل بشكل طبيعي ما بين الطفل ومامته أو باباه أو الشخص اللي بيقدم الرعاية، ولازم التعلق ده يتم بشكل صحي وآمن. تفهم الأم أو الأب لاحتياج الطفل إن يبقى ماسك في ماما أو بابا طول الوقت ومش عايز يسيبه، والتعامل مع ده برفق بيخلي المرحلة دي تعدي بسلام. عدم وعي الأم والأب إن دي مرحلة طبيعية بتظهر عند الأطفال وبتبقى شديدة عند أطفال أكتر من أطفال، عدم وعيهم بده بيخليهم يسيئوا التصرف، وده بينجني ثماره على المدى البعيد بشكل مش كويس. خليني أقول لكم كذا حاجة مهمة في الموضوع ده. الطفل مش بيبقى عنده تصور إن لما ماما هتغيب عنه هترجع تاني، هو بيتخيل إن ماما مش هترجع تاني وإن هو هيتساب لوحده للآخر، وما عندوش المنطق اللي يقوله انه انت هتبقى لوحدك شوية وهنتقابل تاني، او ده حصل قبل كده. ما عندوش المنطق اللي يرد عليه ويقول له ان ده وضع طبيعي وان احنا هنتقابل مرة تانية. عشان كده هو بيبقى خايف جدا. خليني اقول لكم كمان نقطة علمية مهمة جدا. كل طفل في المرحلة دي بيعمل حاجة بنسميها استدماج الأم جواه، هو بيختزن ماما جواه. ولما بيحصل الداونلود بتاع اختزان الأم ده جواه، بيقدر يخرج للعالم بره بأمان، ويقدر يبقى موجود في أماكن بعيد عن البيت وبعيد عن ماما، وهو أكثر أمانا وأكثر راحة من أي طفل تاني. طيب امال الطفل اللي بيحصل له الانزعاج والقلق ده بيبقى لسه التحميل بتاع الاحتفاظ بماما ما كملش. فهم الأطفال متفاوتين، زي ما هم متفاوتين في القدرات هم برضو متفاوتين في مقدرتهم على اختزان ماما جواهم.
وهم بيستدمجوا ماما جواهم، فبيحسوا ان هم واخدين حتة من ماما في قلبهم وفي نفسهم، عشان كده بيخرجوا بيها للمجتمع. فالقصة بتختلف من طفل لطفل. في طفل ده بيقدر يعمل ده بسرعة، في طفل بياخد بعض الوقت، في طفل بيبقى عنده صعوبة أصلا إن هو يختزن ماما جواه، عشان كده هو ما بيبقاش مرتاح، ما بيبقاش مطمن، بيبقى محتاج مساعدة طول الوقت وهو بيسيب ماما أو بينفصل عنها، وخصوصا وهو رايح المدرسة. طيب عندنا مجموعة من العلامات بتدل على إنه القلق ده محتاج مساعدة أكتر من العادي. يعني إحنا كده خرجنا بره النطاق الطبيعي لنطاق تاني هيحتاج درجة من التدخل، أو هيحتاج دعم زيادة أو تركيز أكتر عشان نقدر نعدي الوقت الصعب ده بهدوء. لو القلق ده استمر لأكتر من أسبوعين بشكل يومي وبشكل حاد، يعني هو من المفترض انه العياط بتاع كل يوم والخوف والقلق والشبطان اللي الطفل بيبقى شبطان فيه في ماما يبتدي يقل بعد كام يوم. على اسبوعين المفروض يكون منتهى. لكن لو قعد اكتر من اسبوعين احنا هنا محتاجين تدخل او محتاجين دعم علشان نقدر نساعد الام ونساعد الطفل. ليه نساعد الأم؟ علشان في بعض المرات الأمهات بتبقى مشتركة في هذه القصة. يعني ماما نفسها بيبقى صعب عليها إن الطفل يخرج من حضنها ويروح المدرسة، وهي بتبقى خايفة عليه، وغريزة الأمومة بقى مغرقة الدنيا، فهي مش قادرة تبقى بتسيب ابنها كده بالراحة يروح المدرسة وتبقى مرتاحة. واتصور احنا شفنا اليومين اللي فاتوا دول على فيسبوك امهات كتير بتبكي في اول يوم من المدرسة وهم بيودعوا اولادهم، وبقى ترند كده الناس بتهرج عليه. بس خليني اقول لكم ان دي واحدة من المشكلات اللي بتعمل تنبيه عند الاطفال، انه اذا كان ماما قلقانة وهي بتسيبني لأن ماما نفسها مش قادرة تنفصل عني وأنا طفل، فغالبا الموضوع كبير ويخوف. فده بيدي شرعية أو بيدي الحق للطفل إنه يخاف بزيادة طالما ماما خايفة وبتبكي ومشدودة وقلقانة عليا، فده بيزود عنده هذا الإحساس. طيب خلينا نعرف كمان لو القلق ده أثر على قدرة الطفل في التفاعل في المدرسة، خلاه مثلا قاعد لوحده، مش عايز يتكلم مع حد، مش عايز يتفاعل في المدرسة، مش عايز يشتغل، مش عايز يشترك. وده هنقدر نعرفه بسؤال المدرسين بتاع الطفل. لو القلق ده ظهر في شكل توتر جسدي مستمر، يعني ابتدى يبقى فيه مغص وقت طويل، وابتدى يبقى فيه صداع، وعملنا تشيك اب وطمنا على الطفل لقينا ما عندوش سبب طبي او عضوي واضح، فعلى ما يبدو ان دي اعراض نفسية نتيجة التوتر والقلق اللي هو بيبقى حاسس بيه نتيجة انفصاله عن ماما وذهابه للمدرسة. لما بنلاحظ مقاومة شديدة جدا للانفصال عن ماما والموضوع ابتدى يخرج أكتر من أسبوعين زي ما قلنا، فإحنا هنا محتاجين دعم إضافي أكتر من العادي ومن الطبيعي. في بعض المرات بتوصل القصة لبعض ظهور بعض أعراض أو علامات الاكتئاب أو السلوك العدواني أو الانسحاب والانطوائية، نتيجة إن الطفل حزين وخايف ومهموم، وإحنا معرفناش نتعامل مع الوقت ده نتيجة دخوله المدرسة أو اللي هو بعده بشكل يومي عن البيت. طيب نعمل ايه يا جماعة لو لقينا الوضع بالشكل ده؟ نتعامل ازاي في الوقت ده؟ عندنا شوية استراتيجيات هنحاول ان احنا نشتغل فيها علشان نتخطى الوقت ده مع أطفالنا. أول مقترح هو التدرج في الانفصال، والتدرج ده غالبا المفروض بيتم قبل المدرسة. يعني احنا قبل المدرسة بنحتاج يبقى عندنا روتين ثابت منظم، فبنقضي فيه فترات قصيرة بعيد عن الأم في البداية، وبعدين بيبتدي يتدرج بشكل يومي. كنا بنقدر نعمل كده أكتر في الحضانات، لأنه في الحضانة بينفع نتفق في الحضانة إن أنا هسيب الطفل ساعة
اول يوم، وبعدين ممكن يبقى ساعتين، بعد كده ممكن يبقى 3 ساعات او نص يوم، لغاية لما بنقدر على اسبوع ان احنا نسيب الطفل يوم كامل. لكن احنا مرات كتير مش بنقدر يعني نجهز للخطوة دي، وبنبقى بنسيب الطفل يوم كامل مرة واحدة، فده بيبقى صعب عليه ان هو يقضي يوم كامل لوحده مرة واحدة من غير تدريج. بنحتاج كمان ان احنا نجهز الطفل او نحضره للوقت ده. آه، لو صعب عليه ممكن نديله حاجة من البيت وهو نازل. يعني مثلا يبقى لابس شراب بيحبه، لابس قميص بيحبه، معاه قطعة صلصال صغيرة بيحب يشكل بيها، معاه صورة صغننة فيها ماما أو فيها صورته هو وماما، أو حاجة صغيرة محطوطة في الشنطة بتاعته. في بعض المرات الحاجات دي بتساعد الطفل شوية يحس إن هو آه، عنده بالبلدي كده حاجة من ريحة البيت ومن ريحة ماما، فمطمناه شوية. مهم جدا نفتح حوار مع الطفل عن التجربة بتاعته، ونحكي معاه ونسمعه، ونبتدي نطمنه ونديله وقت، علشان ده مهم جدا في التعامل مع مخاوف الطفل. انا بحتاج اسمعه، ولما يتكلم يقول لي ان انا خايف، وان انا مش عايزه اروح، وان انا مش بحب المدرسه، وان انا خايف من حد هيضربني، او اي حاجه بيحكي عليها. انا بحتاج اسمع من غير بسمع بهدوء شديد، من غير ما انتهر الطفل، من غير ما انكر عليه مشاعره، واديله فرصة يعبر للآخر، واطبطب عليه، واقول له ان ده طبيعي جدا نحس بكده. كلنا لما كنا صغيرين وبنروح المدرسة كنا بنبقى خايفين في الاول وقلقانين ومش فاهمين احنا بنعمل ايه، بس مع الوقت احنا ابتدينا نتعود وابتدينا نحب المدرسة، علشان احنا كنا عايزين نتعلم، علشان اللي فينا كان عايز يطلع دكتور، واللي فينا عايز يطلع مهندس زي بابا، واللي فينا عايز يطلع مدرس زي فلان. دي بداية السكة دي. فأنا بحتاج شوية بشوية أسمع مخاوف الطفل، وأعمل له فاليديشن، بعمل له يعني أنت طبيعي إنك تحس أنت طبيعي إنك تبقى قلقان في الأول، بس الإحساس ده هيروح شوية بشوية. طيب، بحتاج كمان ابقى عامله جدول زمني متفقه معاه على الوقت هيبقى عامل ازاي. احنا الصبح هنصحى ونلبس ونجهز حاجاتنا، هنروح المدرسه، هاجي اخدك علشان هنعمل حاجه مع بعضينا احنا الاتنين، هنطلع من المدرسه ممكن نعدي على تيتا، او هنعدي ناكل ايس كريم، او هنعمل حاجه بعينها عشان نروح نتغدى. لما بنبقى حاطين جدول زمني متفقين عليه في بعض المرات بيساعد كتير الأطفال إن هم يبقى عندهم تصور وعندهم توقع عن الفقرة الجاية هتبقى عاملة إزاي، فما يبقاش قلقان من الفقرة اللي موجود فيها في المدرسة. الطفل اللي هنلاقي عنده أعراض شديدة شوية في القلق والتوتر نتيجة الانفصال عن الأم أو عن البيت، بينفع أعلمه تمارين التنفس يا جماعة. يعني بينفع اقول تعالى نتنفس يلا، تاني، تالت. لما بعلم الطفل يعمل التنفس ده بدخل أكسجين عنده بيخليه يرتاح شوية، وبشتت شوية تفكيره عن القلق اللي ممكن يشعر بيه. أو نخليه يعد من 1 لغاية 10 وإحنا بنقول باي باي. ينفع نقول لبعضينا بعض الجمل وإحنا بنسيب بعضينا، ينفع نقول أغنية بعينها، ينفع نقول جملة ونكملها مع بعض، ينفع نقول آية نصها وهو يقول النص التاني، او اقول اي حاجة ليها تكملة احنا الاتنين بنقولها مع بعضينا. بيساعد الطفل شوية انه يبقى بيجهز نفسيا علشان هو هيخش المدرسة خلاص، هيسيبني ويبقى حاسس ان هو مطمن اكتر. بحتاج أعزز الثقة بالنفس عند الطفل ده، بشجعه إنه أنت رحت وتشجعت وكنت هايل، وزي وبطلت إن أنت تعيط الصبح، وبطلت تبقى متضايق وخايف، فأبتدي أشجعه وأكافئه على المجهود ده.
بجيب له اي حاجه فيها من اللي بيحبها كنوع من انواع التشجيع والتدعيم، انه انجز وعرف ان هو يتحرك بشجاعه. وينفع اقول ده كمان يا جماعه، ينفع اقول ده قدام اولاد اخواته او اولاد خالاته، او قدام تيتا، قدام حد، اقعد اقول انه فلان نزل المدرسه في منتهى الشجاعه وراح عمل كذا وكذا ورجع، فأحكي عن الطفل بافتخار قدام باقي أفراد الأسرة. ده مرات كتير قوي بيساعد الأطفال على تخطي الوقت الصعب ده. ماما من أكتر الأشخاص اللي ليها دور خاص في التعامل مع القصة دي. أنا عايزة أتكلم عن التواجد النوعي، وده مهم جدا. أنا ممكن أكون بشتغل ومش فاضية وبجري طول اليوم ومجهدة ومنهكة، بس هقعد مع الطفل وقت قليل، بس الوقت القليل ده هيبقى وقت مميز أنا موجودة فيه، بسمعه وبحكي معاه وبرسم معاه وبنلون سوا، واقول له تعالى نحكي اليوم النهارده احنا كنا اهو وركبنا الباص مثلا، ونرسم شكل الباص وقعدنا في الفصل، وتعالى احكي لي مين قاعد جنبك، واسمه ايه صاحبك، واسمها ايه زميلتك، ومين المس بتاعتك اسمها ايه، وكان شكلها عامل ازاي، وعملتوا ايه النهارده، وحكيتوا في ايه. وادي للطفل الوقت اللي يحكي لي فيه عن تفاصيل وأحداث المدرسة. وأنا بحتاج أبقى متواجدة عاطفيا مع الطفل، لمساه ومطبطبة عليه وواخداه في حضني، وأبقى بعمل نوع من القرب والعلاقة اللي فيها تعاطف ومواجدة مع الطفل. أنا ممكن أبقى بعمل له كل حاجة في الدنيا وبجري عمري كله ويومي كله، لكن أنا مش بقعد معاه. انا بجهز له حاجته طول الوقت، بجهز له لبسه، بجهز له اكله، بجهز له سندوتشاته وكتبه وكل حاجه في الدنيا، مش مخلاه محتاج حاجه، بس ما بقعدش معاه، وده مش كافي. انا بحتاج ولو نص ساعه يوميا أقعد مع الطفل في علاقة قريبة فيها تواصل بقدر الإمكان. ده كافي جدا يساند الطفل ويخليه يعدي من الوقت الصعب ده، بالعكس يكمل باقي السنة الدراسية بكل ثقة. انا بحتاج كمان، احنا قلنا ان انا بعلمه ازاي يهدي نفسه، وبحتاج روتين في الوداع لطيف زي ما قلنا، جمل ونكملها من بعض وهكذا. في جمل، في أمثلة كمان دي لطيفة عن الجمل اللي ممكن نقولها المطمئنة مع الأطفال. أنا هاجي الساعة كذا، لما هتلاقي عقرب الساعة على 2 مثلا هتلاقي ماما موجودة. انا بحتاج اخلي بالي ما اتاخرش وبقدر الامكان، علشان ابقى صادقه في الاتفاق اللي انا اتفقت معاه. فانا مش بينفع اتاخر عليه في المرحله اللي هو اوريدي خايف وقلقان وعنده تصور ان انا ممكن ما اجيش، فانا بحتاج اجي بالظبط، بحتاج يخرج يلاقيني موجوده لو انا اللي هروح اجيب. فانا بحتاج اطمنه في الجزئيه دي، فاكون موجوده في الوقت المحدد. ممكن اقول له لو احتجت حاجه ممكن تتكلم مع المدرسه، وانا ممكن اتواصل مع الاخصائيه الاجتماعيه واقول لها انه ابني مثلا او بنتي حساس شويه وقلقان، حبه بيحتاج يطمن. ممكن اسيب مع الاخصائيه الاجتماعيه بسكوتايه ولا اي حاجه تخش تطمن عليه في البريك وتديها له، وفتح يحس بامان انه في حد مهتم واخد باله منه او مركز معاه. بحتاج اتفق معاه ان احنا ممكن نلعب مع بعض اخر النهار لما توصل البيت وتحكي لي على الاخبار بتاعتك، وهنقعد نحكي مع بعضينا ونلعب سوا. انا عارفة ان انت قوي وان انت هتقدر، وكل مرة مثلا هترجع أنا هحط لك نجمة أو هعلق لك حاجة على الدولاب بتاعك أو على التلاجة أو أي حاجة في الدنيا، بحيث إن أنت لما تكمل 5 نجوم طول الأسبوع أنت ليك عندي خروجة، أو ليك عندي هدية، أو أي حاجة حلوة تكون أنت بتحبها ونفسك فيها. طيب، مهم كمان أتواصل مع المدرسة لو القصة أكتر من المستوى العادي.
يعني لو لقيت الطفل فعلا قلقان بزيادة، مهم جدا أتواصل مع المدرسة وأعرف المدرسة بتاعته، ونتفق سوا إزاي ممكن نخفف القلق بتاع الطفل ده. وأحاول أشوف لو في شخص ممكن يساعدني جوه المدرسة في إن هو يطمن عليه، أو يخليني أكلمه وأطمن عليه وكده. بنحاول على قد ما نقدر نحافظ على بعض من الأنشطة الإيجابية مع الطفل بعد المدرسة، وبنخلي بالنا من التهديدات اللي ممكن نقولها، إنه أنا مش هجيبك، أو أنا هسيبك في المدرسة، أو أنا مش يعني خلي بالنا من التهديد بالترك، لأنه ده خطر جدا للطفل اللي ممكن يبقى قلقان من الانفصال. بحتاج استشير اخصائي نفسي لو شفت ان عملت كل المحاولات دي ولسه القصة ما اتحسنتش. طيب، آه لو احنا قبل الدراسة بقى، كنت احب ان احنا قبل الدراسة نروح نبص على الفصل، ونبص على المدرسة، ونتفرج عليها سوا قبل الدراسة ما تبتدي، ونقول الله دي المدرسة الحلوة اللي انت هتبقى موجود فيها، الله احنا هنلعب في الحتة دي، الفصل بتاعك في الدور الفلاني، طب نخش نتفرج على الفصل ونشوف جماله، طب انت هتقعد فين، هنا ولا هنا؟ ويتفرج على الفصل الفاضي ويحس ان هو ابتدى يرتاح في الفصل، وبقى عنده في ذهنه توقع أو تصور لشكل الخطوة اللي هيخش فيها في المدرسة. فأنا بحتاج أعمل له إعداد متدرج للمكان بزيارة المدرسة أول يوم. ممكن نقرأ كتب أو قصص عن المدرسة، ممكن نقرأ قصة عن المدرسة، ممكن نشارك أشخاص بالأدب، ممكن أدي للطفل ساندوتش زيادة، أو أدي له بتهاية أو بسكوتاية يشارك بيها زميله في الفصل، علشان لما هيشارك زميله في الفصل بحاجة ياكلها سوا في وقت البريك، هو بيعمل علاقة لطيفة مع زمايله. دي واحدة من الأدوات اللي ممكن نكون بنستخدمها. طيب، آه، احنا محتاج نركز في القصة بتاعة النوم المنظم. بحتاج أثبت ميعاد النوم، لازم يحتاج ينام بدري ويرتاح وياخد عدد كافي من ساعات النوم بتاعه، علشان ده هيساعده كتير. بحتاج أوفر له حاجة مألوفة من البيت، ممكن ياخد معاه حاجة من البيت. في بعض الأماكن ممكن يدوا للطفل منديل، أو طرحة صغيرة، أو لعبة صغيرة بيحبها، دبدوب صغنن كده مقطقط يحطه في الشنطة بتاعته يبقى فرحان بيه. صلصال، قطعة صلصال صغيرة لو أخدها في إيده يلعب بيها، أو يشكلها لو هو كان منزعج، أو يشارك بيها حد من أصحابه. وبنحتاج كمان نهتم ان يبقى فيه نشاطات جماعية مع زمايله في أيام أجازة. خليه يشترك في الحاجات اللي فيها أنشطة جماعية، لأن ده مرات كتير بيساعد على إن احنا نكسر الخوف والقلق عند الأولاد. طيب، خليني أقول لكم احنا ليه مهتمين بالقصة بتاعت قلق الانفصال، وليه مهتمين إن الوقت ده يعدي بسلام. خليني أقول لكم إنه المرحلة دي بالقلق ده، القلق ده ممكن يبقى شرخ رفيع قوي عند الطفل. لو عرفنا نتعامل معاه بشطارة و... وبرفق وبالراحة، احنا هنقدر نساعد الطفل ده في التئام هذا الشرخ البسيط. لو ما ركزناش وأهملنا ده، او اتعاملنا بعنف مع الطفل، او شعرنا بالحرج، ما كل الاولاد اهي بتخش الفصل وبتخش المدرسه من غير مشكلات، وانت اللي عامل لنا زفه كل يوم وفضحنا كل يوم في العياط والبهدله. مرات كتير في بعض الامهات بتحس بالحرج، وتحس ان طفلهم في مشكله مش زيه زي باقي الاولاد، وبعدين تبتدي تقارنه، شايف زمايلك، شايف زميلك، شايف ده حلو ده. فهنا احنا بنتعامل بطريقه سيئه مع الطفل في وقت صعب زي ده، بيخلي الطفل يحصل له شرخ كبير جواه، الشرخ ده بيوسع أكتر، وبيخليه بعد لما بيكبر بيبقى عنده مشكلات كتير في العلاقات القريبة والحميمة حوالين منه.
منها انه بيتوقع انه الناس المهمين في حياته ممكن يسيبوه، ممكن يبقى شايف انه ما هو قلقان وخايف ومش بيقدر ياخد قرارات بالراحة. آه، آه، لانه هو معرفناش نتعامل مع الوقت الصعب اللي بيمر بيه ده. الأشخاص اللي بتبقى عندها مشكلات في العلاقات والحميمية بتبتدي بذور المشكلة، تبتدي من المرحلة دي. علشان كده كل ما الطفل بيطمن، كل ما بيبقى آمن، كل ما بنتعامل معاه بالراحة وبنستوعب الوقت الصعب ده اللي هو فعلا بيتمزق فيه، وإن هو فعلا بيبقى خايف، وهو فعلا بيبقى القصة أكبر منه في مرات كتيرة. كل ما قدرنا نستوعب ده ونصبر شوية في التعامل معاه، كل ما قدرنا نجنبه مشكلات كتيرة ممكن تحصل بعد كده في العلاقات بتاعته لما بيكبر في مراحل عمره المختلفة. علشان كده احنا مهتمين إن الوقت ده يعدي بأمان وبسلام. طيب إحنا عندنا سؤال بيقول إنه ابني سنة ونص بنوديه حضانة، هل مناسب ولا بدري؟ يعني هو السن المفروض اللي تم الاتفاق عليه المناسب للحضانة 3 سنين. أنا عارفة إن إحنا في مرات كتيرة ظروفنا مش بتسمح إن إحنا نستنى ال3 سنين، خصوصا لو إحنا الاتنين كمامته وباباه عندنا شغل وارتباطات. أنا عارفة إن ده الحياة مش بالوسع ده. بس كل ما بيبقى سنه أكبر على الأقل بيعرف يخلص البامبر، ما بيستعملهوش. بيبقى خلاص خلص المرحلة دي، بيعرف يتكلم لو حد ضايقه أو يعرف يعبر عن نفسه ويوصف إيه اللي حصل. فبيبقى أضمن كتير لما بيبقى السن أكبر من كده. آه، إحنا بنحتاج سنة ونص طول الوقت نبقى متابعين وبنلاحظ أي تغيرات ممكن تحصل عليه. نتابع نفسيته، صحته، نومه، أكله طول الوقت، علشان لو لاحظنا لا قدر الله أي تغيرات إحنا بنحتاج نتحسن لده يعني. طيب في سؤال تاني يقول هل المشكلة ممكن تكبر معانا وتعمل إعاقة في التواصل والإقدام على العمل أو تغيير المكان؟ لو ما تعاملناش مع المشكلة بشكل مظبوط ممكن تتفاقم لما بنكبر بعد كده في التواصل. علشان كده مهم ان احنا نتعامل معاها مبكرا. بصوا يا جماعة، القلق بتاع الانفصال عند الأطفال في المرحلة المبكرة دي نقدر نسميه طبيعي، ونقدر نقول إن الأطفال الحساسين هو اللي بيبان عليهم، والأطفال اللي أقل حساسية هم بيعرفوا يتعاملوا. فأنا خليني أقول إن إحنا في النطاق الطبيعي، إلا لو زاد. وعادة بيزيد لما بيبقى البيت مش آمن كفاية، لما البيت بيبقى فيه مشاكل وفيه صراعات وخناقات وصوت عالي، وفيه البيت مش مستقر. في بعض المرات ده بيأثر كتير على الطفل، وبيظهر أو بيبان في وقت الانفصال في خروجه للمدرسة، بيبقى خايف أكتر، لأنه هو بيبقى حاسس إنه ممكن يرجع ما يلاقيش حد في البيت. ممكن يرجع ما يلاقيش مامته، ممكن يرجع ما يلاقيش باباه، او هم هيودوه المدرسة ومش هيرجعوا ياخدوه. فهو بيبقى عنده المخاوف دي بس مش بيعرف حتى يوصفها. هي بتبقى رعب وخوف جواه مش بيعرف يترجمها حتى في كلام علشان يقدر يقول انه ده اللي مخوفه، او هو مش بيعرف يقول، هو بيبقى متوتر وقلقان وبس. لكن ان شاء الله احنا لما نعرف نعمل الحاجات دي بالراحة كده هنقدر ناخد بايدين ولادنا لغاية لما بيعدوا من الوقت الصعب ده. طيب في سؤال تاني بيقول أنا ابني في سنة تالتة ابتدائي وعندنا مشكلة في النوم لوحده، هو طول الوقت محتاج حد يكون معاه في أوضته، سواء أنا أو باباه. حاولنا نتكلم معاه كتير لكن مفيش نتيجة، بيصحى بالليل بيحس إنه مخنوق وبيقعد يبكي. طيب أنا بحتاج أطمن الطفل ده وأشجعه. نعمل حاجتين في نفس ذات الوقت، تطمين وتشجيع. انا بطمن وبخش معاه في الاوضه بتاعته، مش بخليه هو اللي يجي لي، انا اللي بروح له في الاوضه بتاعته وبقعد معاه وممكن نحكي سوا.
ممكن نحكي أو نقرأ قصة مع بعض أو نصلي مثلا سوا أو نقول أي أدعية وحاجات لطيفة، وأفضل معاه لغاية لما ينعس، وبعد كده بنسحب و... ولو صحي في نص الليل أنا برضو بروح له تاني، مش بخليه يجي ينام معايا، عشان لما بوافق له ينام معايا ده بيأكد عنده مشاعر الخوف. وبعدين نشجع ان انت بقالك 3 ايام بتخش تنام شاطر من غير ما بتبقى خايف، انا مبسوطة ان انت مش قلقان. فانا ممكن اكافئ الطفل واشجعه واجيب له حاجة بيحبها، او آه، اكافئه على الخطوة اللي عملها دي. وبعدين بنحتاج نسمع ايه الحاجة اللي خايف منها بالظبط. يعني انا هقول لكم حاجة. بنتي وهي طفلة صغيرة كانت بتخاف من الحمام. سوري. وبعدين احنا حاولنا نفهم هي ايه اللي مخوفها من الحمام، خدناها كانت لسه بتتكلم بسيط يعني. فهي شاورت على السخان، انه الريش بتاعت السخان هي خايفة منها. فغالبا عندها تصور ما ان في حد هيبص عليها من الريش بتاعت السخان. بعدين بصراحة كانت فكرة ذكية من باباها انه خلع الوش بتاع السخان، فهي شافت شكله عامل ازاي، السخان بتاع المصانع بتاع زمان ده. فهي ضحكت لما خلعنا الريش وشافت ورا ال الكفر بتاع السخان مفيش حاجة، فاحنا ضحكنا وخلاص القصة خلصت على كده. فاحنا بنحتاج نسمع للطفل للاخر. يعني لما ببقى قلقان مثلا من تحت السرير، انا بحتاج اجي معاه واقول له تعالى نخش تحت السرير ونشوف فيه ايه، ونرفع الملاية ونخش احنا الاتنين تحت السرير ونبص علشان يشوف ان مفيش حاجة تحت السرير اللي هو قلقان منها. فانا بحتاج اسمعه واحاول اخليه يعبر عن الخوف بتاعه ده عامل ازاي، ايه هو بالظبط الخوف ده، وجاب الفكرة دي منين. وبعدين نبتدي نتعامل معاها بالراحة. ولو حسيت ان القصة اكبر مني او اكبر من التعامل بتاعي، لا يمنع ابدا ان انا اتحرك لحد يساعدني. يا جماعة احنا في اشخاص كتيرة معانا دارسين مشهورة للاطفال ومشهورة اللعب مع الاطفال، عشان بنقدر نعمل علاجات عن طريق اللعب مع الولاد. فانا اشجع الاهالي اللي عندهم مشكلات مشابهه، اهلا بيكم طبعا، احنا نقدر نستقبلكم في بيت المشوره. ونقدر نساعد الاطفال وهم بيلعبوا. هم مش هيبقوا فاهمين ان احنا بنعمل جلسات، احنا هنبقى بنلعب وبنتواجه مع الحاجات اللي بنخاف منها وبنرسمها وبنتكلم عنها وبنتشجع. والمشيرين اللي هيساعدوهم هيبقوا بيتابعوا معانا كأهالي، وهكذا. طيب في سؤال تاني بيقول في طفل ليه شهرين ولسه ما تعودش، بس حتى في الكنيسة مثلا عايز طول الوقت مع ماما، لكن في البيت ممكن ينزل شوية مع بابا. شهرين ده لسه بدري قوي قوي قوي، بشهرين ده لسه بيبي، مش واعي لأي حاجة. ده لسه صغير جدا. فهو الطفل الصغير بيقدر نسيبه مع حد وهو مش بيبقى واعي، او هو بيبتدوا يوعوا على 5 6 شهور، بيقدر يميز ماما، بيبقى شبطان فيها ومش عايز يسيبها ويبعد عنها، وبيصرخ لما يبعد عنها. فاحنا بنحتاج نطمنه في الوقت ده، وبقدر الامكان خلينا قريبين، خلوا الولاد ياخدوا كفايتهم من الحب والحنان والشيل والطبطبة والحضن في المرحلة المبكرة دي، علشان لما المنطقة دي بتشبع للآخر يا جماعة وبيطمنوا للآخر، هم زي ما قلت لكم بيحتفظوا بماما جواهم، وبيحصل لهم نوع زي داونلود كده ليه نوع من وجود ماما جواهم، فبيقدروا ينفصلوا بأمان، وبيقدروا لما يكبروا يعملوا علاقات آمنة بعد كده حوالين منهم. طيب سؤال تاني بيقول احنا مهاجرين بقالنا 10 شهور، وبنتي دخلت المدرسة هنا، كانت متحمسة أول يوم وبعد كده هي بقت خايفة على طول، رغم إن طول السنة كانت بتقول إمتى المدرسة تيجي. وعملت شبه كل النقط اللي حضرتك قلتي عليها. هي بتقول إنها بتخاف من فقرة النوم في المدرسة، والوقت ده بيوترها علشان أنا مش موجودة معاها، وكل يوم الصبح بتقول أنا خايفة أروح. أنا بحتاج أديها ودني شوية، خليها ترسم لي الخوف بتاعها مثلا، خليها تقول لي ايه اللي خايفة منه وهي نايمة في فترة النوم.
خليها تحكي لي شكل زمايلها وهم نايمين بيبقوا عاملين ازاي، ومين بينام جنبها، وايه اللي بيحصل بالظبط، وبنقعد قد ايه، وبنصحى بنعمل ايه. انا بحتاج ادي ودني شوية واسمع اكتر، لانه يعني لما هيحكي الطفل نفسه وهو بيحكي يا جماعة بيشعر بشيء من الراحة، انه اتسمع وانه اتفهم، انه يتسمع ويتفهم. ده جزء، يعني جزء مش قليل من المشكلة، لغاية لما نعرف القصة عاملة ازاي. التشجيع بقى من هنا للسنة الجاية، بشجع بشجع وبساند و... وكل يوم هي رايحة وتقول لي أنا خايفة، أقول لها طب احكي لي خايفة من إيه وإيه اللي هيحصل. طب أنت كنت خايفة امبارح ورحنا ورجعنا وما حصلش اي حاجة، هل الحاجات اللي انت كنت خايفة منها حصلت ولا لا؟ طب ايه اللي انت كنت خايفة منه؟ وبعدين الحاجة اللي هي خايفة منها ما حصلتش، فاقعد اقول لها هي ما حصلتش اهو، ممكن هتحصل برضو النهاردة. فهي القصة بتحتاج ان انا انزل لمستوى تواصل، نقدر ان احنا الاتنين نقدر آه آه نعمل فيه حوار لغاية لما اقدر اساعدها. اه مش عمره شهرين، هو نزل الحضانة من شهرين. طب كويس، لو طب العمر قد ايه؟ لو هو نزل حضانة من شهرين، آه في طفل ليه شهرين ولسه ما اتعودش، بس حتى في الكنيسة بس مش عايز طول الوقت، عايز طول الوقت مع ماما، لكن في البيت ممكن ينزل شوية مع بابا. آه خليه شوية مع ماما، ما تقلقيش وما تزهقيش منه، خليه شوية مع ماما، خليه لغاية لما يبقى حاسس انه ما يطمن ان ماما معايا ومش هتسيبني. ف3 سنين ده سن كويس. خليه يعمل أنشطة وانتي يعني على بعد، يبقى عينه عارفة تشوفك، يعني مش لازم تبقى قاعدة في حضنه، انت خليه يعمل حاجات أبعد شوية وعينه تبقى شايفاكي، فهو هيلعب ويرفع عينه يبص عليكي، يبقى عارف ان هو لما هيعوزك هيلاقيكي موجودة. ف القصة بيتم بالشكل ده بالتدريج، انه هو بيعمل نشاط وانا على مقربة، بعيد بعيد بس على مقربة، انه لو عايزني هيلاقيني. آه ما تقلقوش من شبطان الولاد فيكم، علشان دي مرحلة تحتاج تتم بالراحة لغاية لما يطمنوا، زي ما قلت لكم، لغاية لما يحسوا من جواهم إنه ماما عمرها ما سابتني ومش هتسيبني، وأنا هرجع ألاقيها، فيحس بالأمان شوية بشوية. الأمان بيحتاج وقت يا جماعة علشان يتكون، فأنا بحتاج أديله الوقت ده وأديله الاهتمام ده، وما خافش من إن الولاد شبطانين فينا. يا جماعة ما تخافوش، أنا عارفة إن إحنا بنبقى عايزين نشوف اللي ورانا وعندنا مسؤوليات كتيرة جدا، ومش فاضيين إن إحنا نقعد نهنن ونطبطب ونطمن. بس خليني أقول لكم حاجة مهمة قوي، المرحلة دي والجزئية دي هيتوقف عليها بدرجة كبيرة شخصية الطفل، وشكل ونوعية العلاقات اللي هيخش فيها لما يكبر. لغاية فين هيكون علاقات آمنة، لغاية فين هيبقى خايف من الآخرين ومش قادر يثق فيهم، لغاية فين هيتجنب الآخرين ويبعد عنهم ولا يقرب منهم ويعمل علاقات اجتماعية لطيفة. كل الأنماط بتاعة العلاقات بتبتدي في المرحلة القريبة دي، المرحلة بتاعة الطفولة من أول 3 سنين لغاية 6 سنين لغاية 8 سنين. كل المراحل دي لما بنلاقي الأطفال شبطانين فينا، خلينا نديهم وقتهم للآخر ونطمنهم ونبقى جنبهم لغاية لما الوقت ده يعدي. طيب آخر سؤالين. أنا عايشة في أمريكا، ابني دلوقتي في تانية ابتدائي، بيكون أحسن بس أول سنة فضل السنة كاملة بيعيط ومش عايز يروح، لدرجة إن ساعات ما كنتش بعرف أسيطر عليه، فكنت أحيانا مش بوديه في المدرسة، قالوا لي ده دلع ولازم أصمم إنه يروح. طبعا مش الحل إنه لما يعيط أريحه يقعد في البيت. لو قعدته في البيت أنا دعمت سلوك مش صحي، وإن أنا وافقت إنه في حاجات في المدرسة مزعجة مش المفروض يروح.
لا، انا مش هقعده في البيت، لكن انا هقعد اشجعه وافضل معاه واصبر لغايه لما يقدر يكمل. لدرجه انهم قالوا لبابا يكتفوا يدخلوا، وفعلا عمل كده، بس حسيت الموضوع اثر عليه. دلوقتي اخته 4 سنين بتعمل نفس المشكله. هل فعلا ده دلع علشان المدرسه فيها قواعد وروتين ومفروض اصمم، ولا اكون مرنه؟ مش لدرجه التكتيف طبعا، انا مش موافقه ان هو الطفل يتكتف ويروح بالعافيه. لكن هما الأطفال دي محتاجين دعم يا جماعة، دعم يعني هما محتاجين يبقوا إحنا في ظهرهم. دعم يعني هما في بينا علاقة. يعني أنا بقضي وقت مع الولاد دول فيبقوا حاسين إنهم مش لوحدهم في الحياة. وبعدين بنحكي عن المدرسة، إحنا ليه بنروح مدرسة؟ وإحنا ليه بنضطر ننزل كل يوم؟ وليه الحاجات اللي إحنا بنتعلمها دي؟ وهنعوزها في إيه بعد كده؟ ونفسنا نبقى إيه لما نكبر؟ ولما هنكبر إحنا عشان نبقى كذا إحنا بنحتاج نذاكر بالشكل الفلاني عشان نبقى عارفين ونعرف نساعد. علشان كده في مناطق اللي هي بتاعت الألعاب بتاعت الأطفال، اللي بيبقى فيها بيلعب دكتور وبيلعب مهندس وبيلعب مزارع وبيلعب. لما الأطفال بيلعبوا ألعاب فيها المهن اللي هم نفسهم يبقوا فيها، في بعض المرات بتقرب لهم فكرة إحنا ليه بنروح المدرسة كل يوم وبنتعلم. فأنا بحتاج أحافظ على روتين المدرسة فعلا كل يوم، وأصمم إن هو يروح. مش لازم أكون مرنة، بس مش لازم أبقى قاسية. في فرق كبير اني ابقى مصممة وحازمة بس مش قاسية. في فرق كبير يا جماعة ما بين الحزم والقسوة. فانا هبقى بصر، هو هيبقى فاهم ان مفيش، هو او اخته يعني ما يعني لا، هنروح المدرسة يعني هنروح المدرسة، مفيش فصال في النقطة دي. بس هنعملها بحب، وهنعملها بمكافأة. وبعدين المكافآت الطويلة الأجل بتجيب نتائج. يعني المكافأة من مرات ما بتبقاش، يعني ممكن مرات مكافآت صغيرة كل يوم، أو نعمل مكافأة كبيرة في آخر الأسبوع في حاجة نفسهم فيها. فلما تبقى مكافأة كبيرة لآخر الأسبوع، بس بشرط هنعمل صح في كل قدام كل يوم، سبت حد اتنين تلاتة نعمل صح صح صح. فلما نعمل الصح في طول الأسبوع كده في الجدول، يبقى أنت وصلت إنك تاخد المكافأة الكبيرة اللي نفسك فيها. دي حاجات بتحفز الأطفال وبتخليهم يقدروا إن هم يواصلوا إنهم يعملوا سلوك جيد. آخر سؤال: ابني عنده 6 سنين ومش بيرضى ينام لوحده علشان بيخاف، وكل ما أسأله خايف من إيه يقول لي من الشبح أو أي شخصية كرتونية بيشوفها. طيب أنا محتاجة أخلي ابني يرسم لي الشبح ده ويقول لي شافه فين، ولو الشبح ده ممكن يبقى فين، وهيعمل ايه بالظبط، الشبح ده هيعمل له ايه بالظبط، والشخصية الكرتونية دي موجودة فين، وهيعمل معاها ايه. طب هي عملت ايه قبل كده الشخصية الكرتونية دي؟ طب هو شافها في انهي حتة؟ طب هي ليه مش موجودة دلوقتي معانا؟ طب احنا بحاول اناقش على قد ما اقدر بالراحة وبحب وبهدوء وبطمأنة، شوية شوية شوية. وفي نفس الوقت أنا هصر إن هو هينام لوحده. زي ما قلت لكم أنا بروح ليه هو، أقعد جنبيه لغاية لما بينام. ولما بينام بنسحب فيه هدوء. لكن مش بناخد الأطفال يناموا معانا في سريرنا، علشان ده مش صحي. أوكي؟ طيب، نتمنى يا جماعة نكون قدمنا حاجة مفيدة. نتمنى نكون ألقينا يعني الضوء على أهمية التعامل مع قلق الانفصال في بداية المدرسة بشكل صحي. نستوعب الوقت الصعب ده مع أولادنا لو بيمروا بالأعراض دي. وإن شاء الله ربنا ياخد بإيديهم، وهتشوفوهم لما يكبروا يبقوا أحسن ناس في الدنيا، وهتفرحوا بتعليمهم وتخرجهم. وربنا يقر عينيكم بيهم، ويعني يفرحكم بيهم كلهم. شكرا ليكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا.